المحلل لمباراة اليوم عن نتيجة كبيرة في مباراة اليوم، خوفا من نتيجة كبيرة مع المنتخب السعودي. هذه كرة مرمى، نتيجة كبيرة، نتيجة كبيرة، وفعلا معهم حق الاف 16 يسجل هدف المباراة الأول. يا سلام عليك يوسف السالم، رأسية تفتتح التسجيل. أتحدث عن خوف ماليزي من نتيجة كبيرة، فإذ بيوسف السالم يأتي بارتقاء ممتاز، عرضية باليسار من سلطان البيشي، ممتاز يا ظهير أيمن أنك تلعب بقدمك اليسرى، خيارات أكثر في العرضية، ويا روعتك يا يوسف يا سالم. 4 أيام أو 3 أيام راح يكون منتخبنا حاضر في اندونيسيا، وراح يتدرب على نفس الملعب اللي راح تقام عليه المباراه الوديه. سلام الدوسري في طلعه هجوميه، يحيى الشهري جول من الخلف. يحيى الشهري يا سلام عليك، الثنائي في جمله هجوميه سعوديه رائعه. تأتي بالهدف الثاني، لعبها بيمينه الأشول، لعبها بيمينه. الله عليك يا يحيى شهري، شوف اللقطة الماضية، سالم ويحيى مواهب سعودية، نجوم سعودية، تنتظر الانطلاق، تنتظر النجاح، تنتظر الظهور، وهذا المشهد وهذا الهدف. وإن شاء الله في جاكرتا، جميلة في اليمين. ملعوبة طويلة الآن، فرصة خطيرة الآن، تقدم للمنتخب الماليزي الآن في محاولة في اليسار، ضغط من عسيري، تأتي الكرة، جول قادم من الخلف يسجل. خطير هذا اللاعب يا الله، كرة ثابتة وضغط وهدف، ضغط وتسديدة قادم من الخلف ليأتي بالهدف الأول للمنتخب الماليزي. شوف الكرة يا الله، عبد الله الصديري تألق في ثانية، لكن هذه الثالثة كانت ثابتة للماليزيين. هدف ثاني للمنتخب الماليزي نستفيد منها بإذن الله، وإن كان الهدف أتى على التشكيلة الثانية للمنتخب السعودي، لكن بإذن الله يتم قراءتها من اللاعبين ال25 مجملا في مباراة اليوم. ما فيها الثالث لنايف مرة ثانية، الله، قوية من نايف هزازي، يشك فيها الشبك الماليزي. يا الله يا نايف، ما في إنانية هنا. القراءة، اللاعب رقم 6 مغطي في اللقطة الماضية و11، حسين القهوي ردها له، وشوف نايف باليسار. هدف ثالث للأخضر. 22 لاعب يقولون لي لوبيز حاضرين في جاكرتا. القهوي يلعب كرة، صار على الهدف، نايف اكروباتية، حمدان، الله يا بطل يا حبيبي. ايش اللعبة هذه؟ لعبة في المرمى جميلة من النادي الجميل، يلعب في النادي الجميل يلعب لعبة جميلة. هدف خيالي أمام الفيصلي، وهدف خيالي أمام ماليزيا. الله يا حمدان، الله في زاوية، في لعبة خيالية يا حمدان، هدف رابع.